كمال درويش واعضاء مجلس الاداره. مبروك للكره المصريه رجوع الجماهير في لقاء كبير زي ده، نهائي البطوله اللي احنا تابعناها خلال الشهر اللي فات، بدايه من دور ال16 وال8 والنص نهائي واللقاء النهائي، وادي كاس مصر اللي بتنتظره جماهير نادي الزمالك بكل شغف. والنهارده اللي كانوا باحتفالات من قبل بدايه المباراه، والكابتن حلمي طولان قفل تماما على المفاجآت الوارده في بطوله الكاس. ادي لعيبه وادي دجله اللي بيحيوا كبالة من عشاق نادي. تحيه ايضا نادي الزمالك الكابتن حماده انور المدير الاداري، والكابتن ادي حضن كبير جدا لحلمي طولان من الكابتن ايمن يونس، وادي الكابتن اسامه نبيه. فرحانين طبعا مفيش شك بعوده البطولات مره اخرى. الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك حماده انور ايضا مدير اداري، والكابتن احمد السيسي الاداري، الكابتن مصطفى المنيري طبيب الفريق، الدكتور عمرو المطراوي مدرب احمال، والكابتن محمد السيد والكابتن علي حسونه. دول اعضاء الجهاز الفني كلهم داخلين علشان يتلقوا الميداليات الذهبيه. بعد لحظات طبعا هنشوف عبد الواحد اكيد هو بيحمل الكاس بعد غياب، وادي حضن ايضا لاحمد ونور السيد. ادي نور السيد واخد شو كده عالي هنا الكابتن ايمن يونس، لان بقول لحضراتكم هو قعد احساسه كده كطبعا لعيب سابق في نادي الزمالك ومنتخب مصر، والان في مجلس الاداره، عارف طبعا نفسيه اللاعبين وازاي يخرج اللعيبه من نواحي النفسيه، وده كان نقدر نقول خطته في المرحله الاخيره. وادي جماهير نادي الزمالك اللي بقول لحضراتكم الكل بيرفع لهم التحيه ان هم جم يعني الى مدينه الجونه بحوالي 450 كيلو من القاهره بعد ترقب وقلق في النهارده يكون المباراه بجماهير. اعتقد النهارده يوم رائع، لو مباراه بدون جماهير اعتقد ما كانش هتخرج بالحلاوه والطعامه ديت. ادي على طول باقي اعضاء الجهاز الفني والاداري بتتلقى تاني، وادي الدكتور كمال درويش رئيس مجلس الاداره، وادي طبعا الفرحه من الجهاز الفني والاداري ولاعيبه نادي الزمالك بالكاس. طبعا منتظرين حمل الكاس، منتظرين اللقطه القويه اللي هتطلع. وادي محافظ البحر الاحمر سياده اللواء طبعا احمد عبد الله بيتلقى طبعا التهاني مع اعضاء مجلس الاداره لنادي الزمالك اللي بيحضروا هذا اللقاء. وادي كاس مصر لهذا الموسم، وكابتن ايمن يونس يرفع كاس مصر مع كابتن التيم عبد الواحد السيد، ويعود مره اخرى عبد الواحد السيد لحمل كاس مصر بعد غياب يعني طويل، 5 مواسم سابقه كان بيحلم نادي الزمالك طبعا تحديدا اخر لقب ليه كان كاس مصر منذ عام 2008 2009. وادي الفرحه من جماهير نادي الزمالك بالفوز باللقب اللي اكيد هيدي حلاوه في ما هو قادم. نتمنى بقى تكون بدايه زي ما قلت لحضراتكم لعوده النشاط للمستطيل الاخضر والملاعب، ونشوف ده ينعكس. وادي شيكابالا عريس طبعا شيكابالا نادي الزمالك ومعشوق القلعه البيضاء بيتوجه للجماهير، وبيعيشوا طبعا احتفاليه الفوز بالكاس مع جماهير الوايت نايتس جماهير نادي الزمالك. وادي الصواريخ بتعلو سماء مدينه الجونه وملعب الجونه. وادي الدكتور كمال درويش سعيد طبعا في شكل لما يكون مجلس اداره يستطيع ان هو في عهده يحقق بطوله، بتبقى يعني شيء جميل بيتحسب لمجلس الاداره وايضا يتحسب للاعبين والجهاز الفني. ودي طبعا لازم تكون الرساله اللي موجهه لاي مجلس اداره في اي فريق، ازاي تهيئ الجو المناسب لفرقتك. فرحه طبعا واعلام بيضاء ودخلات وحشتنا كتير جدا الدخلات. وادي الجماهير بتحمل طبعا الكأس لان هي الجماهير. وادي طبعا رفع الكأس من الوايت نايتس ورابطه مشجعي نادي الزمالك اللي صبرت كتير جدا لهذه اللحظه اللي بينتظرها طبعا كل عشاق الابيض. نتمنى ونقول ان دي رساله هتبقى فيما هو قادم، ان احنا نعلن ان احنا جماهير هتلتزم وهتبقى تشجع بشكل نقدر نقول ملتزم، علشان يبقى في تواجد للجماهير مره اخرى في
الملاعب الخضراء والمدرجات. مفيش شك طبعا ان الحلاوه والمتعه والاثاره بدون الجماهير ما تبقاش موجوده، علشان كده دي هتبقى رساله، وان شاء الله يبقى اعلان لعوده النشاط وعوده الجماهير. نتمنى ايضا النادي الاهلي غدا ان شاء الله ان الكاس الافريقيه تكون للمره الثامنه من نصيب النادي الاهلي، ونتمنى ايضا كل الجماهير تؤازر ان شاء الله. ودي حاجه بتدي ثقه للمسؤولين ان الرياضه ثاني تعود مره ثانيه، على ما دام احنا قادرين نعمل كده. طب ايه المشكله؟ يعني احنا شايفين دلوقتي طبعا الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه، طبعا حاجه تفرح ان الناس المسؤوله كلها بتلتف حوالين الكره المصريه، وده بيعتبر يعني سند كويس ودفعه كويسه ان الدوري العام يعود مره ثانيه، ما دام احنا قادرين نعمل نهائي جميل بهذا الشكل. تمام. الناحيه الثانيه طبعا بعد الجمهور بيجي النظام زي حاجه تفرح الناس في اماكنها، ناس اخر احترام، ناس حاجه جميله جدا بالنسبه للجماهير، بالنسبه للمسؤولين، بالنسبه للمباراه في الملعب. ما فيش لعيب خرج عن شعوره، الحكم يا دوبك ادى انذار ولا حاجه خلال 90 دقيقه، ودي تحسب للفريقين النهارده. الحاجه الثالثه الاداء الراقي، وده مهم جدا اللي وصلنا لهذا على المستوى الرياضي، لان الرياضه بقول لحضراتكم هي البدايه الرياضه، وكل جماهير مصر تعشق كره القدم بشكل كبير جدا جدا جدا. وادي منظر رائع في مدينه الجونه الجميله، اللي بحيي والله يعني كل القائمين على طبعا ملعب الجونه ومدينه الجونه الجميله، كل القائمين على تنظيم هذا اللقاء اللي شاركوا فيه ان هم يدونا صوره جميله، صوره حلوه، صوره اكثر من رائعه، وفرحه هنا من لعيبه نادي الزمالك بحمل الكاس. شايف احمد علي ونور السيد، احمد حسن، محمد ابراهيم، حازم امام، الكل فرحان بكاس مصر. احمد حسن يعني عميد لاعبي العالم، احمد حسن اللي كان بيسعى جاهدا بكل الطرق ان هو يكون موجود في هذه المباراه، زود على نفسه في التمرين في الاونه الاخيره، بقى موجود في التشكيله في ال 19، والنهارده كان موجود في الشوط الثاني علشان اللحظه الجميله. وادي شيكابالا سعيد مع فرقته. نتمنى بقول لحضراتكم ان ده ينعكس على اداء منتخبنا ان شاء الله فيما هو قادم باذن الله، ونشوف اداء طيب باذن الله. عموما اعزائي المشاهدين، سعدت بكم المعلق الرياضي سامح الشرباجي، وسعد بكم ايضا الدكتور خالد عبد العاطي مخرجا لهذا اللقاء، وايضا الوحده رقم 20. حتى نلتقي ولقاءات قادمه، لكم تحياتي والسلام.